السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انتم شايفين كده لسه مخلصين او مشطبين الركنة اللي انتم شايفينها دي. طبعا هي كلها ثابتة القاعدة بالظهر. طبعا شغل موديرن ماشي. طبعا الكثافات زي ما انتم عارفين اللي انا شغال بالكثافات اللي هي العالية اعلى حاجة في السوق اللي هي الكثافة 48 ماشي. طبعا السفنجات الرفيع سواء ظهر او دراعات والكلام دوت ده بيبقى برده الرفايع من اعلى الكثافات في الرفايع بفضل الله. طبعا مع الركنه في الكرسي ده او الكوتيه دوت ماشي. طبعا احنا مصغرين حجمه عشان خاطر المكان ما ياخدش مساحه. زي ما شايفين دوران القعده بتاعته دوران، والظهر بتاعه دوران طبعا ثابت بتاعه برده ماشي. طبعا هنا السفنجه جوه قلت لكم ان هو السفنج بتاع الظهر سفنج هايبر، وتحت منه فايبر. يعني السفنج ذات نفسه هايبر اللي هو السوفت يعني ده بيبقى طري جدا، وتحت منه او العجوه بتاعته بيبقى فيه فايبر. يعني ما بحطش السفنج هايبر بس، لا طبعا بحط تحت منه فايبر اللي هو الكياس اللي هو الهولو بيبقى كثافته عاليه ماشي. طبعا ديت بتبقى الشكل او الكوشن بتاع الظهر بتاعه تمام. طبعا في كراسي تبع الركنه ماشي، هبقى اوريها لكم في فيديو تاني ان شاء الله ماشي. طبعا زي ما انتم شايفين كده القعده مريحه. طبعا هم مش عايزين السفنج الهايبر او السوفت العالي اللي هو بيغطس جامد يعني. اما دوت اللي هو الكثافه 48 ده اعلى كثافه في السوق. طبعا مش معنى اللي هو كثافه 48 اللي هو كثافه عاليه بيبقى ناشف، لا انا بجيب من الشركات اللي هي السفنج بتاعها بيبقى فيه مرونه، مش الناشف اللي هو السوقي، لا انا ده ما بشتغلش بيه تمام. في بيقول بيبقى في بودره وفي الكلام دوت. طبعا انا ما بشتغلش في اللي هي الحاجات اللي هي التجاري، لكن حته اللي هو الناشف في فارق ما بين الناشف البودره ماشي والناشف اللي هو المضغوط ماشي. انا سوا ده او ده ما بجيبهمش، لكن انا بعرف برضو ايه اللي فيه فارق ما بين ده وما بين ده. اللي بيبقى فيه بودره بيبقى اصلا خفيف ماشي، ناشف لكن خفيف. ليه؟ لان هو ما فيهوش الكثافه، فطالما ما فيهوش كثافه ما بيوزنش ماشي. ما بيوزنش لان احنا بنوزنوه عندنا احنا هنا في اسكندريه. بنجيبوه بالكثافه من الشركه بتاعته، بيجي لنا القايمه بنجيبوه على الكثافات ديت. ما بنوزنش يعني ما بناخدش السفنج بتاعنا بميزان، اللي بناخدوه بالميزان اللي هو السفنج الدرجه الثانيه بيبقى فيه غلطات فيه بتاع بينزل بكيلوات ماشي، بيتقدر الكيلوات بتاعته واحنا بناخده. السفنج ده بيبقى فيه كثافات عاليه طبعا ماشي، وبيوفر علينا حاجات ياما، لكن بيبقى يعتبر انضف من الجديد تمام. زي ما انتم شايفين كده ده كده خلاص اتشطب. طبعا في الاستك بتاعه استك البرنس طبعا متمون طول وعرض، وفي تقويات برضو تاني فوق منه وفي الكثافه 48 وفي النفخات تحت السفنج برضو. وغير كده في برضو هنا في رول فايبر ماشي، وبعد كده بيبقى في لوح تاني سفنج بوصه بيديني النفخات دي كلها. ده عشان خاطر يدي الطراوه والشكل اللي هو البومبيل اللي هو يعني مش البومبيل جامد، لا بيبقى فيه المعقول ماشي، ما بيبقاش ستريت تمام. زي ما انتم شايفين كده برضو ده الكوشانات بتاعتنا ماشي، ده العبك او الدمور تمام. ده كان الخلاصه بتاعتنا، نهايه الفيديو. يا ريت ما تنسوش اللايك والشير، كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.